السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. ياسر، أنتم خططتم وأنا جعلتكم تمثلون الدور الذي يناسبكم. بهذا المعنى تكلم الأخ ياسر على منصته اليوم وقدم لنا الدلائل الإضافية اللي كانت يعني صراحة تأكد على المؤامرة اللي تعرض لها من طرف جوهرة والأم ديالها. مع الأسف الشديد اللي حتى هي كانت طرف هذه المؤامرة مع أسعد الشرعي ومع القروش للإطاحة بمنصته ولتشويه سمعته وللإساءة إليه. صراحة أنا يعني واش غادي نقول لكم، أنا أتألم كثيرا أن يكون يعني بين البشر هذا النوع اللي ممكن أنهم يتجاوزوا كل الخطوط الحمراء من أجل الإطاحة بشخص هو الذنب ديالو أنه كيبغي بلادو وأنه كيعطي كل الطاقة ديالو بصوته بجهده بوقته بكل يعني المسائل اللي تحتاجها أنك أنت تكون وطني. حتى النخاع متوفرة في هذا الإنسان صراحة. أنا ما كنقولش هذا يعني ميولا للدفاع عن هذا الإنسان فقط، ولكن لقول كلمة الحق. وهذه غادي نقولها في شخص ياسر، ونقولها في شخص رأي المغربي، نقولها في شخص دكتور صنايبي، في شخص سي سعيد أبرنوس. يعني هاد الناس إلا تكلمنا عليهم تفكروا نتكلموا بفخر واعتزاز، ما نتكلموش عليهم وحنا رأسنا يعني حاطين رأسنا في التراب كما كيدير لنا القرش يعني عبد الله. مع الأسف اللي أنا يلا كنسمع أنه كان عنده مداخلات، كان عنده دور. فين مشى هادشي كامل؟ علاش حنايا منين جينا ندخل على المنصة شفنا فقط واحد الشخص اللي فيه يعني منصة النميمة كما سميتها سابقا، وغرفة القذارة والأوساخ اللي صراحة اليوم زادت بانت على حقيقتها أكثر، وبانوا القروش على حقيقتهم، واللي كانوا في حالة هستيرية وحالة يعني من التكالب على الإخوان المغاربة دكتور صنايبي وسعيد أبرنوس وياسر والرأي المغربي. يعني ما خلاو ما قالوا ما خلاو حتى شي حد ما أساءوش ليه. علاش؟ فقط لأنهم ناجحين، لأنهم عندهم جمهور، لأنهم عندهم منصات يعني نقية عندها الدور ديالها. ياسر مع الأسف الشديد يعني كل هادشي اللي كيتعرض ليه اللي مؤلم صراحة، بلي كان واحد الشخص في بلاصتو كان غادي ينسحب. أنا في نظري لأن داكشي اللي تعرض ليه راه صعب أنه واحد يبقى واقف على رجليه وهو كيسمع الإهانة منا والإساءة منا. شي كيقول له أنت السبب جبتنا الشرعي، شي كيقول له أنت اللي يعني كنت تدافع عليه، شي كل واحد شنو كيقول. يعني صراحة كان في موقف لا يحسد عليه، ولكن بما أنه مغربي وبن أصول ومرضي الوالدين، ربي عطاه القدرة أنه يصبر ويتحكم في الأعصاب ديالو ويتريت ويصمت الفترة اللي صمتها ويتكلم وقت اللزوم. واليوم رغم أنه يتعرض لهذه الأمور وهذا الشد والجذب والمحاولة لجره إلى مستنقع المهاترات السخيفة، ولكن الحمد لله ياسر باقي هو الطائر الذي يغرد خارج السرب، واللي كيبين القدرات ديالو على إعطاء الأدلة والبراهين في المنصات الأجنبية. احنا ما نساوش ان المنصات الاجنبيه راه عندها واحد الدور، وانها خصنا نكونوا متواجدين فيها ونبينوا الدول العربيه بما ان نبينوا لهم باللي الامور اللي احنا كنتكلموا عليها حقيقه وواقع بالدلائل والبراهين، وان الجاره الشقيقه مجرد كذابين ومجرد مسيئين لجيرانهم بكل ما أوتوا من قوة. والحمد لله القضايا بدأت تتكشف أكثر وأكثر. كانوا على منصات راقية تبارك الله. راني شفت البارح منصة واحد الأخ من الكويت، كان دكتور صنايبي، كان ياسر، كان الرأي المغربي. صراحة داروا والدور ديالهم بكل قوة رغم التهجم. وتخيلوا التهجم منين يجي؟ التهجم جاهم من الإخوان المغاربة اللي المفروض أنهم يكونوا مساندين لهم واللي يدعموهم ويقولوا لهم تبارك الله عليكم. لا، أما ما قال لك لا،
حنا خاصنا ما ندعموهمش، حنا خاصنا نشتموهم، وحنا خاصنا نقولوا نتوما مسترزقين، وخاصنا نسيئوا ليهم. صراحة أنا حسيت أن الدكتور الصنايبي كان مستاء جدا من هذا الوضع، وقال لي أنه تكالب علينا خونة الخارج والداخل بهذا المعنى. صراحة أنا قلت له صبر وغادي توقف إن شاء الله الأمور، يعني لا يصح إلا الصحيح، وحنا معكم ومساندينكم، ولن نتخلوا عن القضية الوطنية بطبيعة الحال. بالنسبة لهذا القرش وجوهرة، اليوم يعني كان صوتهم يعني بحال ديك الطائر المذبوح اللي يستنى يعني الروح تخرج. صافي يعني فقدوا القيمة ديالهم، فقدوا المصداقية ديالهم، بانوا على حقيقتهم. كاينين بعض المتعاطفين معهم اللي ما فهمتش صراحة سبب التعاطف، واللي يعني من جهة أنا عارفة علاش، لأنه مجرد الحقد والكره لشخص ياسر، اللي يعني صراحة بين على الصدق ديالو دائما في المداخلات ديالو، اللي تكلم ياسر في المنصات هو ياسر اللي كان في الاتصال اللي كان بينها وبينه، واللي كان محافظ على كل حاجة قالها. يعني صراحة ما غيرش الكلام ديالو. يعني الناس كانت تنتظر مثلا أنه غادي يبان ضعيف، أو أنه يحاول الصلح أو هذا، ولكن الأكاذيب ديالهم طيحتهم في يعني في كما يقولوا في سوء أعمالهم بطبيعة الحال. هذا الأمر خلى يعني الناس في المنصات يتكلموا بكل فخر على ياسر، وعلى الإخوان المغاربة اللي واقفين على المنصات في مواضيع مهمة، مثل السي سعيد أبرنوس والرأي المغربي والدكتور الصنايبي. يعني نحن صراحة هم في أمس الحاجة لينا في هذه الفترة، باش نوقفوا معهم وباش نساندوهم وباش نعطيهم يعني الطاقة اللي يقدروا منا يستمدوا القوة ويزيدوا يكملوا في المسار ديالهم إن شاء الله. البعض يسميهم مسترزقين، صراحة كلمة سخيفة جدا، لأن الاسترزاق مجرد كلمة استعملها البعض غلا وحقدا وغيرة، ماشي من باب الخوف على مصالح الوطن، لأن الوطن الدفاع عليه مشروع بكل الوسائل والطرق. المهم تكون الخلاف ويكون الدفاع بشرف، والشرف هنا اللي نتكلموا عليه هو شرف الكلمة وشرف الحقيقة وشرف الوثيقة، وليس فقط يعني احنا نجيو نتكلموا نسيئوا لإخواننا باش نبينوا على أننا وطنيين. الوعي اللي شفته أنا في هذه الفترة الحمد لله حسسني بواحد الارتياح على خوتي المغاربة اللي احنا في صفهم، واللي عارفين أنهم إن شاء الله راهم غادي يكونوا منصورين، لأن الحق يعلى ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه. نتمنى أنكم يعني إخواني المغاربة تعرفوا يعني الطريق الصحيح اللي خاصنا نشدوه. احنا إلا تكلمنا على ياسر ما غاديش نلغيو آخرين. ياسر واحد من أبناء المغرب مرضي الوالدين، واللي قادر أنه يتكلم بصوتنا ويعطي الكلمة اللي يجب أن تسمع. البعض كي يعيب على ياسر أنه انفعالي، وأنه مثلا ممكن يخرج بعض الألفاظ. أنا كان أعتبرها ميزة صراحة، لأن ماشي كل المواقف والمواقع يصلح فيها الكلام الدبلوماسي. أحيانا من تعطي الكلمة واحد الحجم ديالها الشعبي قاعي، يعني يضرب في القاع، هذه الكلمة ممكن تصيب الهدف الصميم. خصوصا احنا عارفين أن الجزائريين راهم المستوى الثقافي ديالهم ما وصلش واحد الدرجة يعني يفهموا هذيك اللغة اللي يعرفها ياسر واللي يجيدها صراحة بإتقان. لهذا ضروري دائما ما نميزوا بهذه الأمور ونعطيو يعني الخوتنا المغاربة الثقة الكاملة في مداخلاتهم، في تواجدهم على المنصات، ونعرفوا بأن لكل واحد عنده قدراته الخاصة. طريقة دكتور الصنايبي ليست هي طريقة ياسر، وطريقة ياسر ليست هي طريقة الرأي المغربي، والرأي المغربي ليست هي طريقة سعيد أبرنوس. كل واحد سبحان الله ربي يعطاه قدرات أنه يبينها
ويكون منتج ويكون مفيد للمجتمع المغربي اللي هو في مرحلة مخاض غادي ينتج عليها شباب واعي، شباب فاهم ما له وما عليه. تحياتي للجميع وشكرا على المتابعة، وإن شاء الله غادي نقدم لكم فيديوهات أخرى أكثر إفادة وأكثر أهمية، وبالتوفيق.